ببساطه كده امام عاشور ما ينفعش يخش النادي الاهلي. انا كاهلاوي رافض فكره ان امام عاشور يبقى جوه النادي الاهلي. وجود امام عاشور جوه النادي الاهلي ده هيضيف حاجه للنادي الاهلي؟ اشك ايه لازمه وجود امام عاشور جوه النادي الاهلي؟ انا اقول لك بس هو الموضوع ماشي ازاي. دي وجهه نظري، حرب ما بين مجالس الادارات ملهاش تاني. كابتن محمود الخطيب عايز يرد الصفعه بتاعت مرتضى منصور بتاعت عبد الله السعيد. ده وجهه نظري. عايز يمضي امام عاشور، وامام عاشور ما مضاش عشان بس الناس ما يختلطش عليها الامر. امام عاشور مضى رغبه انتقاله للنادي الاهلي، ده مجرد كلام. الراجل بقى فتحنا على نفسنا فتحه غريبه جدا، مش عارف يطلع الكابتن خالد الغندور يقول لك امام عاشور سيتقاضى 50 مليون جنيه تمام في الموسم الواحد وجاي اعاره. هيبتدي هنا انا بعمل زعزعه جوه النادي الاهلي، بعمل مشكله لما يجي امام عاشور ياخد 50 مليون جنيه. الكلام ده طبعا مش موجود وعاري تماما من الصحه، لان كل الناس عارفه ان النادي الاهلي ماشي بضوابط غصب عن التخين في مجلس الاداره بيحترمها، مع احترامي للجميع. انا عندي سقف لاي لعيب بحطه من الاهلي ما بيتخطاهوش مهما كانت قيمه اللعيب ده، بالرغم ان امام عاشور من اللعيبه الكبار جدا والكويسين قوي واللي ممكن يفرقوا في اي مكان في مصر باستثناء النادي الاهلي مش هيفرق كتير، لان المهام اللي هيقوم بيها امام عاشور هيقوم بيها اكرم توفيق بعد ما يرجع من الاصابه. وكلنا عارفين ان اكرم توفيق هيلعب في ناحيه اليمين. محمد هاني فايق جدا الفتره دي، مش هنحتاج اكرم توفيق يلعب في اليمين. طب من الناحيه الثانيه انت جايب خالد عبد الفتاح باك يمين، وباك يمين كويس جدا ومستقبل للنادي الاهلي. فانت لو انت بتدور على حد يملى مكان حمدي فتحي، طب ما انت سهله وبسيطه، عندك الراجل اكرم توفيق هتحطه في النص. واكرم توفيق مع احترامي للجميع الاستارز بتاعه كرويا بمقام امام عاشور 10 مرات. امام عاشور لعيب جامد وشويط وهداف وعنده كل المميزات، ولكن ما لعبش جوه النادي الاهلي لاسباب كتيره، واهمها ان الراجل ده في يوم من الايام وقف في وسط جوه 100 عقبه بقى يشتم رموز النادي الاهلي ويشتم الكابتن صالح سليم. ففكره ان انت تتخيل ان انت تتعاقد مع امام عاشور ده في حد ذاته عيب. ما يصحش ان الناس جوه النادي الاهلي مع احترامي للجميع يجيبوا سيره امام عاشور في اي تفاوض. لكن انت تلعبها حرب مثلا مجالس ادارات مش عارف ايه، اعمل اللي انت عايزه، لكن امام عاشور يلبس تيشيرت النادي الاهلي انا كاهلاوي عمري ما استوعبها. بص بقى الاهلي تعاقد مع كام لعيب واسمائهم كويسه جدا، والكابتن محمود الخطيب ما رفعش سماعه التليفون على لعيب معين وقال له انا عايزك تلعب في النادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده لجنه فنيه وعنده مجلس اداره وعنده كل واحد في اختصاصات. طالع الكابتن خالد الغندور بيقول لك الكابتن محمود الخطيب اتصل مباشره بامام عاشور وقال له انا عايزك تيجي النادي الاهلي. هي بقى الفكره كده، انت راجل عندك استقرار فني، استقرار اداري، استقرار في مرتبات اللعيبه. طب ايه الفكره ان انت تروح تتفاوض مع لعيب زي ده؟ ده لو ده حصل اساسا من الاساس واعمل يعني نوع من انواع عارف انت قاعد بتتفرج على النادي الاهلي بيلعب في كل حته ومبسوط والجمهور فرحان بالاداره وفرحان بجده المدير الفني الكبير، وكلنا قاعدين مبسوطين باداء النادي الاهلي وعظمه على عظمه، ويجي واحد زي خالد الغندور يروح لاعب لك في استقرار الفرقه. ما هي بتبقى ماشيه كده يا جماعه، ما احنا مش عايزين احنا في حته والناس دي موجوده في حته تاني، مع احترامي للجميع والله العظيم. طبعا طلع كلام كتير ان النادي الاهلي خلاص بيخلص في مبانه سماته، لعيب عنده 30 سنه من وجهه نظر انا شايفه لعيب اقل من العادي. يعني احنا كنا قلنا قبل كده عشان نجيب لعيب اجنبي لازم يكون لعيب فت، مش عايزين نرجع تاني لقصه ميكيسوني وقصه بواليا وقصه الناس اللي هي تيشيرت النادي الاهلي كبير عليها. النادي الاهلي لازم يجيب لعيب عالمي، لعيب يكون كواليتي. عايزين بجد، احنا ينقصنا مهاجم قوي جدا جدا. فلو هندفع فلوس الاولى الفلوس اللي هندفعها في اي صفقه انا شايفها مش اضافه للنادي الاهلي، لا ندفع الفلوس دي في مهاجم يكون بكواليتي عالمي. لان انت خلاص رايح هتلاعب مانشستر سيتي ورايح كاس العالم في السعوديه بعد كام شهر. فاحنا عندنا مشاكل كبيره جدا في خط الهجوم وفي خط الظهر، ده الاولى اللي نفكر فيه. انما نص الملعب عندنا كام لعيب يقوم بمهام حمدي فتحي لحد ما الامور تستقر ويرجع تاني اكرم توفيق. بس انا مش عايز اطول عليكم لان المواضيع خالصه مخلصه بعضيها. هو الموضوع ببساطه كده امام عاشور ما ينفعش يخش النادي الاهلي. انا كاهلاوي رافض فكره ان امام عاشور يبقى جوه النادي الاهلي. وبس كده يا سيدي، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.